السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد في تعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة على قناتكم أيمن سبانيش. إذا كنت ترغب في التحدث باللغة الإسبانية وبطلاقة عزيزي المشاهد، فأدعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر لايك، فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد من الدروس. أصدقائي، حتى لا أطل عليكم لنبدأ هذا الدرس على بركة الله. تذكرون معي كلمة اليوم باللغة الإسبانية. اليوم نقول أصدقائي أوي. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، أوي وتعني اليوم. ولقد رأينا هذه الكلمات في الدرس السابق. أوي ومعناها اليوم. لنمر إلى كلمة أخرى وهي لاحقا، وهي كذلك رأيناها في الدرس السابق. لاحقا نقول بالإسبانية más tarde. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، más tarde وتعني لاحقا. más tarde. ردد معي بصوت مرتفع، más tarde. لنمر أصدقائي إلى كلمة أخرى كذلك وهي حتى. كيف نقول بالإسبانية حتى؟ حتى نقول بالإسبانية hasta. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، hasta، حتى تتمكن من حفظ هذه الكلمات وهي أكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. hasta وتعني حتى. لنمر أصدقائي إلى كلمة أخرى وهي حتى الغد. كيف نقول عزيزي المشاهد حتى الغد؟ فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول hasta mañana. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، hasta mañana وتعني حتى الغد. نقول hasta mañana. hasta mañana. إذا أردت أن أقول هذه الجملة عزيزي المشاهد، مثلا حتى غدا في الصباح. غدا في الصباح. أحسنت عزيزي المشاهد، نقول mañana por la mañana أو mañana en la mañana. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد، غدا في الصباح. نقول mañana por la mañana. حتى تتمكن من حفظ هذه الكلمات الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. لنمر إلى عبارة أخرى وهي أتصل. كيف أقول باللغة الإسبانية أتصل؟ ولقد رأيناها كذلك في الدرس السابق. أحسنت عزيزي المشاهد، نقول يامار، وهو فعل الاتصال. اتصل يتصل، وهو من الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. يامار. ردد معي بصوت مرتفع، يامار. لنمر أصدقائي إلى عبارة أخرى وهي على الشكل التالي. كيف نقول أتصل بك؟ بالدارجة المغربية نعيط عليك، أتصل بك. فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت، نقول يا مارتي وتعني أتصل بك. نقول باللغة الإسبانية يا مارتي، يعني بالدارجة نعيط عليك. نقول بالإسبانية يا مارتي. إذا عزيزي المشاهد، إذا أردت أن أقول هذه الجملة كنت سأتصل بك، فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. كنت سأتصل بك. أحسنت، نقول إيبا
a llamarte. ردد معي بصوت مرتفع حتى تتمكن من حفظ هذه الجمل الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. iba a llamarte. الدارجة المغربية: كنت غادي نعيط عليك. نقول iba a llamarte. كنت سأتصل بك أو بك. لنمر أصدقائي إلى جملة أخرى وهي على الشكل التالي: لم أكن سأتصل بك حتى الغد. ما كنتش غادي نعيط عليك حتى الغد. فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسنت. نقول no iba a llamarte hasta mañana. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد: no iba a llamarte hasta mañana. ومعناها عزيزي المشاهد لم أكن سأتصل بك حتى الغد. ما كنتش غادي نعيط عليك حتى الغد. نقول no iba a llamarte hasta mañana. إذا أصدقائي لنمر إلى عبارة أخرى وهي على الشكل التالي: إذا أردت أن أقول كنت سأشتري ذلك. كنت سأشتري ذلك. كنت غادي نشري داك الشي. فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسن. نقول iba a comprarlo. ردد معي بصوت مرتفع عزيزي المشاهد حتى تتمكن من حفظ هذه الجمل. iba a comprarlo وتعني كنت سأشتري ذلك. ردد معي بصوت مرتفع: iba a comprarlo. كنت غادي نشتري داك الشي. لنمر أصدقائي إلى عبارة أخرى وهي على الشكل التالي: ليس لدي. كيف نقول ما عنديش؟ ليس لدي. فكر قليلا في الإجابة أو اترك إجابتك في التعليق. أحسن. نقول no tengo. ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع: no tengo وتعني ما عنديش أو لا أملك. ليس لدي نقول باللغة الإسبانية عزيزي المشاهد no tengo، وهو فعل الملكية وهو من الأفعال أكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. no tengo ومعناها ليس لدي. إذا أصدقائي شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بكل جديد، ولا تنسونا الضغط على زر لايك فهذا يشجعنا لإعطاء المزيد. يا hasta luego.